لو التطبيقات او الالعاب بتطلع عندك فجأة، فالفيديو ده هيحل لك المشكلة دي. يا ريت تتابع معايا الفيديو للنهاية عشان تقدر تشوف حل المشكلة دي. اول حاجة معانا يا جماعة اللي هي بتقفل لي الجهاز زي كده، تمام. بتدوس على كلمة ايقاف او تعمل لي اعادة التشغيل او ايقاف التشغيل. دي اول حاجة معايا. طب يا امير انا عملت كده والخاصية دي او التطبيق ما برضو زي ما هي المشكلة ما اتحلتش. تعالوا نخش على المشكلة التانية. هناجي على الاعدادات، تمام، وهناجي على كلمة لمح عن الهاتف او نظام الهاتف او اصدار الهاتف بتاعك، تمام. هناجي على اصدار اندرويد، تمام. هتيجي على كلمة تحديث نظام جوجل بلاي، تمام. هيجي معاك جار البحث عن تحديث، تمام. هتنتظر دقيقة، ثانيتين، 5 ثواني على حسب ما تنتظر، تمام. ما علينا يا جماعة. هيجي لك بعد كده هيقول لك تحديث زي ما انت شايفين كده مكتوب 1 ابريل. طبعا التحديث بتاعي اتحدث او التليفون بتاعي اتحدث 1 ابريل. انت طبعا لقيت تحديث انزل تعمل تحديث على طول لازم للتليفون عشان برضو ما تواجهكش اي مشاكل في التليفون. طب يا امير انا عملت كل الكلام ده والمشكلة دلوقتي ما اتحلتش معايا، اعمل ايه؟ تعالوا نخش على المشكلة الثالثة او الحل الثالث. وتالت حاجة معانا يا جماعة بتاجي على متجر بلاي وتاجي على الصورة الشخصية بتاعتك أو الغلاف الشخصي بتاعك. هتجي على كلمة إدارة التطبيقات والأجهزة، تمام. هتلاقي هنا توفر تحديثات، بيقول لك في 3 تحديثات في انتظار التثبيت. بتدوس على كلمة تحديث الكل. بعد ما بتدوس على كلمة تحديث الكل بإجباري بيحدث كل التطبيقات اللي لسه ما تحدثتش عندك زي ما انت شايف كده. طبعا انا مش حابب احدثهم فهلغيها. تاني حاجة، طب يا امير افترضنا ان المشكلة لحد دلوقتي ما اتحلتش معايا ولسه المشكلة موجودة معايا في التليفون، طب وعايز حل اجباري. الحل اللي جاي ده هو الحل اللي يعتبر هيخلي البتاع بتاعك او المشكلة بتاعتك تتحل اجباري. والحل الرابع معانا بتجيلي على جوجل زي ما انتم شايفين كده، جوجل. بتجيلي على خانة البحث هنا بتكتب لي كلمة عرض ويب نظام اندرويد، تمام. بتجيلي على البرنامج ده بتدوس عليه كده، تمام. بتدوس عليه دوسة طويلة بيظهر معاك الواجهة دي. أول حاجة بيقول لك إزالة التحديثات. لو ظهر معاك كلمة إزالة التحديثات دي إياك تدوس عليها عشان كده أنت هتلغي التطبيق. طب يا أمير لو جه معايا كده أنت طبعا كده مفعل التحديث وبإذن الله المشكلة هتتحل عندك. طب يا أمير لو جالي كلمة تحديث أو إلغاء التثبيت، لو جالك كلمة تحديث يا جماعة عشان تكونوا عارفين لازم تثبته أو تحدث التطبيق ده عشان لأن هو ده يعتبر المتحكم في كل التطبيقات على الجهاز او على التليفون بتاعك. تاني حاجة يا جماعة عايز اقولها لك، لو جيت كلمة الغاء القفل طبعا ما تدوسش عليها عشان طبعا لو دوست عليها بيجي الغاء التثبيت. ودي كده باذن الله نكون حلينا معاكم المشكلة. واكتب لي تحت في التعليقات لو واجهتك اي مشاكل تاني. وما تنساش الدعم بتاعك باللايك والاشتراك في القناة والتعليق الجميل بتاعك. مع السلامة، سلام.